السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، اليوم درت شوية شباكية وقلت نشاركها معكم. تجي على شكل هكا شاربة العسل، درت هكا صغيورة بواحد القطاعة، درتها على شكل هكا، درتها في الجنجلان تجي زوينة. هنا عندي النافع، ملحة، عندي اللوز 4 كاس الخل ديال اللوز والنافع، الزيت والزبدة ومزهر، مزهر درت فيه طويمة ديال الخرقوم، اللوز غير سلقته طحنته رقيق، دينا خمارة هي، ندير واحد الحفيرة وغادا ندير فيها كاع النواشف. اللوز هو مسحوق مزيان حتى يولي بحال هكا مهجن. عندي هنا درتها كيلو الطحين. دابا غنزيد الجنجله اللي طحنته غير مسخن حيت غيتقلى في الشباكيه. ندير معلقه ديال النافع، شويه الملحه، ندير هاد الخمارات الحلوه، ايوا غنبسبس كلشي، غنزيد الزبده هي مذوبتها، ونزيد عاود ثاني الزيت، باش نبسبس كلشي، زيت وزبده جنجلان اللوز نافع والخماره، ديك القبصه الملحه كلشي غنبسبسو هكا. انا كنت درت شويه وما صورتوش، ودابا درت هاد شويه وعاد صورته. اللي بغى يديرها بلا رمضان بلا والو تتبقى زوينه. كل واحد لا صام اثنين الخميس تيسيب هاد شويه شباكيه. دابا بعد ما كملتها انايا دخلت فيها الزبده والزيت والجنجلان واللوز. دابا غندير هاد الكاس ديال المزهر فيه طويمه ديال الزعفران ولا الخرقوم. انا عندي 4 كاس ديال الخل،
هنا غنخلطهم وغنشوف نزيد الماء. عندي كاس ديال الماء. هاد الكاس انا ما غاديش نخويه كله. دابا بعد ما خلطتها هي درتها قاصحه غنقطعها. ككويرات غنديرها كويرات. نجمعها بحال هكا. دابا ندير لها هاد القعده ونغطيها حتى تطلق شويه وحتى نبدا ندلكها هكا نطويها بحال شكل رغيفه. تنديرها انا 2 مرات بحال هكا صافي. دابا تندلكتها ونقطعها بهاد القطعه هادي. ما قطعتهم حيد لي الجنيبات هكا. ها هي دابا مقطعتها. عندي هاد القطعه هادي صغيره تتخرج شباكيه صغيره تجي زوينه. والعجينه راه قاصحه تجي هكا على هاد الشكل هكا ساهله. نشكلها كما بغيتها هكا ساهله تجي هكا شباكيه صغيره وتجي على الشكل هكا. انا بكثرة ما عجبتني بقيت تنور. جات زوينه هكا صغيره تيجيو قياس واحد بهاد القطعه. فبعد ما كملتها درتها في الطاوه خليتها تنشفت وعاد غنقليها باش تبقى محافظه على الشكل ديالها. دابا هي تبديت تنقليها بالزيت. تتبدا تقلى تنقص عليها البوطه. العسل هو كنت سبق درتو معكم في القناه. تندير انا قلبت السكر وتندير يطرد الماء نديرو تاع السل. دابا غنلوح شباكيه في العسل هي حتى ايوا ملي غتعسل غادا نوريكم الشكل ديالها كتيجي. نبركها بشويه نخليها تشرب العسل. تجي على الشكل هكا زوينه. ودابا درتها في الشنشلان. انا مثلا ندير لها الجناب ديالها تجي على الشكل هكا زوينه. ايوا
بالصحة والراحة. نوريكم كي تيجي القوام ديالها، تيجي زوين، تتجي هشيش تذوب في الفم، تجي لها الشكل هكا شاربة العسل. تيجي شكلها هكا صغيرة، تجي زوينة.